السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة وطن فوت تيفي تحييكم من إعداد وتقديم محمد بن يحيى. بغينا نتكلموا على مقابلة هذا الأسبوع، مقابلة دخول كرة القدم الأندية المغربية غمار، آخر مقابلة من دور المجموعات. كلنا أمل أن نرى الرباعي المغربي سفراء كرة القدم المغربية في عصبة الأبطال وفي الاتحاد الإفريقي في الربع إن شاء الله. بعد مرينا بخيبة أمل اللي كانت في كأس إفريقيا وكلكم كتعرفوا ما جرى. والله ما لا أريد أن أتحدث على تلك المقابلة النهائية والمهزلة الإفريقية وديك العقوبات اللي لا أساس لها، كما يقولوا لا منطق لها. كما يقال المثل دائما ضربني وبكى وسبقني وشكى، وستبقى إفريقيا دائما هكذا مهما قدم المغرب من مجهودات لا كرويين ليرفع مستوى كرة القدم الإفريقية. وخير دليل لأن قرص وماروك اللي اليوم إفريقيا كتمثل إفريقيا ب9 الفرق تقريبا أو 8 في انتظار المقابلة الأخيرة تاع الباراج نصف نهائي كأس العالم. 86 أول فريق كيصعد للدور الثاني. من تحدثنا كذلك على البنية التحتية، على الملاعب، وعلى تنظيم كأس إفريقيا في أعلى مستوى يضاهي تنظيمات أوروبية وعالمية. لكن إخواننا في إفريقيا دائما ما بغاوش يسيروا هذا الطريق اللي نهجو المغرب، ولكن معليش فوالا. وهم الآن واحلين في كأس إفريقيا 2027 ولا أحد يتقدم لتنظيم كأس إفريقيا، لأن المغرب نظم كأس إفريقيا في أعلى مستوى. وحتى آخر لحظات رجعنا إلى الوراء 100 سنة انسحاب. والله الحديث على هذه المقابلة يؤلمني. فوالا، ونخليو بغينا اليوم نطوي الصفحة ونمشيو للمقابلات اللي غادي تجرى السبت والأحد. فريق نهضة بركان كما يعلم الجميع عنده فرصة سانحة للمرور إلى دور الربع، ولكن لابد من الانتصار ولو ب1-0 ماشي مشكل، مهم اللهم الانتصار. ولكن أنا أتوقع أن فريق نهضة بركان سينتصر أكثر ب1-0، وغادي يبين واحد الوجه حقيقي لفريق نهضة بركان. ونسينا المقابلتين الماضيتين ضد بيراميدز وضد فريق زامبيا اللي كانت خيبة أمل للجماهير البركانية والمغربية. لكن لثقة تامة أن فريق نهضة بركان سيتواجد مع 8 في الكبار في قارة إفريقيا، الربع في ربع عصبة الأبطال إن شاء الله. المقابلة ستكون ضد هذا الفريق من نيجيريا، فريق مقصى ما عنده حتى أمل باش ينافس على أحد البطاقة الثانية. ولكن مثل هذا الفريق الفرق غادي تجي تلعب مرتاحة وتجي يبغيو ينقذوا ماء الوجه اللي كانت مسيرتهم في دور المجموعات مسيرة سلبية للغاية. ولا فريق نهضة بركان كما قلنا الفوز ب1-0 كيخلينا نكونوا في الربع، ولكن انا لا احبذ 1-0. بغينا نشوفوا وجه اخر لفريق نهضة بركان ونشوفوا لاعبين بحماس جرينتا، لان اليوم بركان كتمثل المملكه المغربيه وكتمثل الرايه الوطنيه. اذا بغينا ذاك الوجه اللي قدموا فريق نهضة بركان في مقابله بيراميدز وفي زامبيا نشوفوا وجه مخالف جدا. ونتمنى تكون تكون كما كيقولوا مرحله عابره، مرحله للنسيان. ونتمنى من الجماهير البركانيه والمغربيه بصفه عامه يحجوا لتشجيع فريق نهضة بركان في هذه المقابله الحاسمه. وبغينا نحسموها في الشوط الاول حتى نتفادى بعض المفاجآت، ولا ننتظر أن تأتينا
هدايا من بيراميدز. إن عندنا شخصية فريق عنده شخصية كبيرة على الصعيد الإفريقي، ثالث إفريقيا. إذا لا داعي للانتظار الهدايا من هنا وهناك. إذا علينا أن تحسم المقابلة في الشوط الأول بثلاثية أو رباعية، حتى يعني يكون تغييرات في الشوط الثاني، لأن عندنا مقابلات مسترسلة بعد هذه المقابلة. الأربعاء والأحد عندنا أكثر من 4 مقابلات مؤجلة في البطولة الوطنية. الوداد كذلك تقريبا مقابلة صعبة أمام هذا يعني الفريق من تنزانيا، فريق عزام، يعني حتى هو يعني عنده طموح باش يتأهل. ولكن فريق الوداد بالنسبة لي أنا ما كانش مشكل باش غادي نقولوا واش غادي يتأهل ولا ما يتأهلش. بالنسبة للوداد بالترسانة اللاعبين اللي عندهم وبالانتدابات الكبيرة، أنا كننتظر الوداد باش يفوز بلقب الاتحاد الإفريقي. وانا اسفي برافو لينا اسفي في اول مشاركه، يعني ضمنوا التاهيل نتاعهم وغيمشيو لاتحاد الجزائر باش يلعبوا على المرتبه الاولى. فوالا برافو الاسفي، قدموا يعني مقابلات كبيره وتاهلوا قبل المقابله الاخيره، ويعني تبقى المقابله الاخيره من اجل الاحتلال المرتبه الاولى. برافو اسفي اللاعبين ومدربين ومسيرين. مقابله قويه تنتظر الجيش الملكي في عصبه الابطال. نعم، الجيش الملكي صراحة عاد من جديد وانتصر في مقابلتين أخيرتين على القبائل وعلى فريق آخر. ولهذا خصنا اليوم باش الجيش الملكي على الأقل التعادل في القاهرة، على الأقل التعادل، وما ننتظروش كذلك مقابلة الفرق يعني القبائل اللي خارجة من السباق. يقدر الفريق الآخر يعني فريق المهم القبائل ما عندهم ما يخسر. ولهذا الفريق يعني التأهيل بيد الجيش الملكي والتعادل يكفيه، ونتمنى أن فريق الجيش الملكي إن شاء الله يعود بالتأهيل من القاهرة كما قلنا، على الأقل تفادي الهزيمة في هذه المقابلة، باش يكون الرباعي المغربي حاضرين بقوة في دور الربع. يعني فريق أسفي والوداد في كأس الاتحاد الإفريقي، وفريق النهضة الرياضية البركانية، وفريق الجيش الملكي في عصبة الأبطال. ولما لا إن شاء الله نمشيو إلى أبعد حد وتتويج بهذا اللقبين حتى للسوبر كوب، ولما لا. فوالا، وتبارك الله عليكم كاملين. تحية لكم وشكرا على المتابعة، وسمحوا لنا على الغياب بعد ما زالت نهائي كأس إفريقيا، هذيك المقابلة خلتنا نبتعدوا شوية على الرياضة. ولا تبارك الله عليكم وشكرا. وديما قناة وطن فوت تي في من إعداد وتقديم محمد بن هيا. إن شاء الله سنرجع بقوة وكيكون دائما الجديد. حياكم الله.